كاين واحد الصوت داخل راسك دابا، وباش ناكد ليك واش فهمني هو دابا اللي كيقول لك واش خارج من الفيديو ولا غتكمل. وانا في التحقيق غادي نقول لك هذا الصوت شكون هو في الواقع، كيفاش تتكون لك داك الصوت. وانا متاكد باللي انت باغي تعرف شكون هو هذا الصوت هذا ومنين جا في الاصل. حيت انا متاكد باللي هذا الصوت عنكشك بزاف، حيت كتبغي دير شي حاجه وفجاه كتسمع داك الصوت يقول لك لا ما غاديش تنجح فيها. ودابا بغيتك تفكر معايا مزيان، الا كان هذا الصوت هو انت، شكون اللي كيسمع هذا الصوت؟ هنا كيبدا الغموض. العلم كيسميه هذا الشيء الحوار الداخلي، الطريقه ديال الدماغ باش يفكر ويحلل ويحطك. ولكن الفكره المغربه هي ماشي كل الافكار ديالك هي انت. بزاف من هاد الاصوات جاوك من التربيه، من الناس، من التجارب، من الخوف. يعني ما عادش كتكون عايش بافكار صراهم شي حد داخل ديالك وانت كتحسبهم انت. واخطر حاجه انك تقضي سنوات كتسمع الصوت الداخلي ماشي ديالك اصلا. السؤال الحقيقي ماشي هو الصوت اللي في مخك هو انت، السؤال الحقيقي هو شكون عطاه الحق هذا بالاسم ديالك. ومن هنا كيبدا الوعي الحقيقي. حبس غادي تندم، خرج من هذا الفيديو بلا ما تكمل. هذا الصوت ما غاديش نتسمعو وماشي انت اللي غادي تقولو. الغايب ماشي انه كيهضر، الغايب هو انك كتجاوب وعلاش انت اصلا كتجاوب معاه وكيفاش كتجاوب معاه. ولكن وقف معايا انا، الا كان هذا الصوت هو انت شكون اللي كيسمعو؟ فكر فيه مزيان، حيت هنا كيبدا واحد من اغرب الاسرار ديال العقل البشري. كل نهار كدوز عليك الاف الافكار، بعضها ايجابي وبعضها سلبي، كتقول انا ما نقدرش، انا ضعيف، غادي نفشل، بلا ما نكمل. ولكن السؤال واش هاد الافكار خرجت منك فعلا ولا غير واتيهم؟ العلم كيسمي هاد الشيء بالحوار الداخلي، واحد الاليه اللي الدماغ كيستعملها باش يفكر. ولكن هنا المشكله، الدماغ ما كيميزش دائما بين الحقيقه والخوف. يعني مرات الصوت الداخلي ما كيكونش الحقيقه، كيكون غير انذار قديم. مثلا طفل سمع طوال الحياه ديالو هاك ما صالح لوالو، ملي غيكبر هاد الجمله كتبقى الداخل ديالو، يعني ما كتمشيش. كل ما يبغي يجرب حاجه جديده الصوت كيطلع غادي تفشل. هو كيحسب ان هاد الصوت هو الشخصيه ديالو، ولكن الحقيقه هذا ماشي هو، هذا غير اثار قديم. وانا كتفهم واحد الحاجه خطيره، واللي هي ماشي كل فكره كتفكر فيها كتمثلك. بعض الافكار جايه من الخوف، بعضها من التربيه، وبعضها من الصدمات. يعني من ممكن تكون عايش حياه كامله مبنيه على الصوت ماشي ديالك. تخيل تكون باغي تبدل الحياه ديالك، ولكن الصوت اللي داخل ديالك كيشدك الله، كيقول لك بقى بلاصك ما تغامرش، خليك ارمن. وفي الغالب كتسمعو. علاش؟ حيت العقل كيبغي الامان اكثر من التغيير. حتى الا كان الوضع مؤلم، العقل كيختار المألوف. وهنا كيبان الفرق بين الانسان الواعي والانسان اللي عايش اوتوماتيك. الواعي ما كيتبعش كل فكره، كيوقف كيشوف الفكره، وديك الساعه كيشوف واش صالحه، واش هادي ديالي ولا غير صوت قديم. وهنا كتبدا القوه الحقيقيه، ماشي انك تسكت الصوت الداخلي، ولكن انك تعرف مع من كتهضر. حيت الا عرفتي ان الصوت ماشي دائما انت، غادي تولي تختار افكارك بدل ما هي تختارك. ودابا بغيتك تجاوبني بصراحه، واش داك الصوت اللي في مخك دابا واش هو انت ولا غير نسخه من العالم اللي عباك؟ هاد السؤال بوحدو يقدر يبدل النظره ديالك للحياه كامله. وبغيت نقول لك ما تخليش ليا ديك لايك الا بغيتي من ادم ما يستافدش، وما تخليش ديك سبسكرايب باش ما تستافدش من الفيديوهات الجايه. وحتى لهنا ما بقى لي ما نقول لكم من غير وان بي او كان هنا تهلا.